هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما أصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 14 من يونيو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد الشريف وضمن برنامج نافذة ثقافية التوثيق الذي استهله في الحلقة الأولى للمشوار الإبداعي للفنان الكبير عثمان عبد الرحيم. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. 30 منظمة دولية توقع رسالة حول حقوق الإنسان في إريتريا. إريتريا توجه دعوة لرئيس المجلس العسكري السوداني لزيارتها. الولايات المتحدة الأمريكية تقرر تعيين السفير دونالد بوث مبعوثا لها إلى السودان. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. وقعت 30 منظمة حقوق إنسان دولية وإريتريا رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا. وقالت هذه المنظمات بأنه رغم مضي عام كامل على توقيع اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا، إلا أن وضع حقوق الإنسان في البلاد لا زال كما هو عليه، خاصة مع استمرار اعتقال 16 صحفيا دون محاكمات منذ فترة طويلة، واعتقال قيادات دينية وسياسية، واستمرار حملات التجنيد القسري ومنع الحريات العامة كحرية الحركة والتعبير والتجمع. وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بمواصلة جهوده التي بدأها بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في إريتريا. وكانت هذه المنظمات والتي ضمت منظمات مثل منظمة مراسلون بلا حدود والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وجمعية حماية الصحفيين العالمية ومنظمة Human Rights Watch، إضافة إلى جمعيات حقوقية إريترية مثل Human Rights Concern والمنظمة الإريترية للديمقراطية وحقوق الإنسان. وقدمت هذه المنظمات رسالتها إلى المجلس في يوم الثلاثاء 11 من الشهر الجاري. وجاءت هذه الرسالة بعد قيام عدة شخصيات أفريقية بارزة من ضمنها الأديب النيجيري وولس وينكا والفائز بجائزة نوبل للأدب بكتابة رسالة إلى الرئيس إسياس أفورقي يطالبون فيها بضرورة التحول نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البلاد. ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان استقبل في 11 من الشهر الجاري القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا في الخرطوم، والذي نقل إليه دعوة من الرئيس إسياس أفورقي لزيارة إريتريا. وأشارت الوكالة بأن البرهان أكد للمسؤول الإريتري حرص السودان على تعزيز علاقاته مع إريتريا التي وصفها بالتاريخية، معبرا عن الاهتمام الصادق الذي توليه دولة إريتريا لقضايا السودان. قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين السفير دونالد بوث مبعوثا أمريكيا خاصا إلى السودان. وجاء قرار التعيين بعد وصول التسوية السلمية بين المعارضة السودانية والمجلس الانتقالي العسكري إلى طريق مسدود بعد مجزرة 3 من يونيو الجاري أمام القيادة العامة للجيش. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد عين بوث مبعوثا للسودان في عام 2016 لحل الأزمة الناشبة بين السودان وجنوب السودان. وأفادت قناة الحرة الأمريكية بأن السفير بوث من أكثر الدبلوماسيين الأمريكيين خبرة، ولديه خبرة واسعة في المساعدة على تعزيز السلام ومنع نشوب النزاعات في أفريقيا، ويتميز بمواهبه الدبلوماسية الكثيرة ومعرفته العميقة للقارة، وله قوة تصميم لا تتزعزع كما قالت القناة. عمل السفير الأمريكي من قبل في ليبيريا في الفترة من 2005 إلى 2008 وجمهورية زامبيا في الفترة من 2008 إلى 2010، وعمل كذلك في سفارات بوخارست وبروكسل، كما سبق له العمل سفيرا للولايات المتحدة لدى إثيوبيا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. 30 منظمة دولية توقع رسالة حول حقوق الإنسان في إريتريا.
إريتريا توجه دعوة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني لزيارتها. وأخيرا، الولايات المتحدة تقرر تعيين السفير دونالد بوث مبعوثا خاصا إلى السودان. المستمعات والمستمعين الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مرحبا بكم سادتي إلى حلقة جديدة في برنامج نافذة ثقافية. هذه إذاعة إرينا. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء مرة ثانية في هذا البرنامج، فنقول مرحبا بكم سيداتي سادتي إلى حلقة جديدة في برنامج نافذة ثقافية. ويسر إذاعة إرينا الدولية أن تزيح ستر النوافذ المشرعة على أوردة السمع والنغم للحديث عن إشراقات مضاءة عبر الغوص في رحلة فنية من حياة فنان كبير مخضرم. فأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة. قبل هذا وذاك عزيزي المستمع، تحية فنية صادقة ملؤها الوفاء بقدر ما قدم الفنان من سنوات تطريبية غائرة في الوجدان وأنغاما معسولة هادرة في الأزمان. لك التحية أيها الفنان العملاق في مقر إقامتك بالسويد، الفنان الكبير عثمان عبد الرحيم. ودعنا نقول لك كما قال الشاعر شاعر الشرق محمد صالح بن هارون: سلاما لو تجسد كان درا وياقوتا يقلب باليدين. عثمان عبد الرحيم، سنقتفي رحلتك الفنية لأنها رحلة لسيد الغناء والتطريب واللحن الخالد. متعك الله بالصحة والعافية وسترك في الدارين، عثمان عبد الرحيم الشاعر الفنان. عزيزي المستمع، رحلة في حياة فنان تحت هذا العنوان. وفقت في توثيق جزء هام من حياة الفنان المخضرم عثمان عبد الرحيم لصالح إذاعة صوت الجماهير الإريترية، وتحديدا في العام 1995 تتبعت خطى رحلته الفنية منذ العام 1964 ميلاد الفنان وحتى العام المشار إليه 95 و900 وألف. كان سيداتي سادتي ذلك اللقاء حديثا إذاعيا مطولا استمر بثه لأكثر من 7 أشهر في برنامج أسبوعي مدته 20 دقيقة. تم تسجيل المقابلات التي استمرت قرابة العام مع الفنان عثمان في أكثر من استوديوهات الإذاعة قبل انتقالها إلى مقرها الحالي في فورتو. ولكن قبل الشروع في توثيق رحلته الفنية عزيزي المستمع، دلفت طواعية إلى إرشيف الإذاعة الموروثة عن العهد الاستعماري أبيضه وأسوده، فعرفت الكثير عن حياة العمالقة، وتلك كانت سانحة جعلتني أكثر قربا من أولئك الكبار. ومن خلال التوثيق الوحيد الذي أجريته عن سيرة وحياة الفنان عثمان لصالح وزارة الإعلام الإريترية، تعرفت حقيقة على الكثير عن حياة عثمان الفنية والتعليمية والنضالية والأسرية وأشياء أخرى، حتى ارتبطت الوشائج بيننا ولا تزال. أسأل الله أن يديمها وصالا بوصال وحبا بوفاء حتى لقاء قريب إن شاء الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. حديثنا اليوم سيداتي سادتي عبر إذاعة إرينا الدولية عن الفنان القام عثمان عبد الرحيم. نرجو أن لا يكون حديثا عاديا أو مجرد سرد لرحلة فنية شامخة، لأننا في الحقيقة عزيز المستمع نطمح إلى تقديم قدر من الوفاء الذي يستحقه هذا الفنان المتميز المكتنز، فنا رائقا رائعا أصيلا. لذا أتمنى أن تكون الحلقات ممتعة ومفيدة، لأنه فنان أطرب وأشجى، ناضل فأوفى، سمع فأوعى، وهذب الأذن وشذب المزاج وأراح النفوس. وإذ نحن سادتي كذلك لا ندعي اكتشاف شيء جديد في سيرة الفنان الخالد، فالناس ربما يعرفون عنه معلومات منقولة من هذا وذاك، لكننا سادتي عبر إذاعة إرينا الدولية نوثق توثيقا إعلاميا
من خلال سرد معلومات أدلى بها هو نفسه في زمن من الأزمنة الجميلة، مع قدر كبير من التحليل الإعلامي والتعليق المستحق لفنان الأجيال عثمان عبد الرحيم. نعم عزيزي المستمع، نهدف عبر هذا البرنامج إلى ترسيخ ثقافة التوثيق وإجادة ثقافة الثناء المستحق والحديث عن أشراف أمور الخلق في زمن يلوك فيه الناس القيل والقال في غير حقيقة. قال الشاعر العربي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. ومثل عثمان قمين به أن نقول عنه الحق الجميل، وحري بنا سادتي أن نشنف به أسماع النيازك والنجوم، وخليق بكم سادتي وسيداتي أن نفرد لكم مساحات من خضرة حياته الجميلة، لنقطف منها زهرة باسمة نستضحك به أيامنا السود، وخميلة ضاحكة نتطلع بها إلى غد أجمل، وياسمينا مستبشرة نهدي به الحياة بعضا مما نستحق وتستحقون. نعم، حديثنا عنه أي عثمان عبد الرحيم بلا شك يضيء لنا قبل كل أحد عتمة من سواد هذا الزمان الفج المتقيح بكل سوآته ونتوءاته. فالحديث عن الجمال والزمن الشمس يعطي الجميع أملا كزهرة اللوز أو أكثر، على رأي الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش رحمه الله. هذه إذاعة إرنا. سيداتي سادتي، كيف نفسر أن يعيش مثل هذا الصداح خارج أسوار الوطن الجميل، مثل الكثيرين من أبناء الأوطان وطيورها المهاجرة؟ قيل عن دولهم إنها استقلت ورفعت أعلامها في السواري، وتلت أناشيدها في المناسبات، وكتبت بدماء شهدائها مستقبل المجهول، وأنين أراملها وفجرها المسروق المشنوق المسلوب الموؤود. كيف نفهم أن يجبر ويضطر مبدع حقيقي العيش خارج أسوار بلاده؟ إنه موت الجمال والفن والإبداع بعينه. رغم هذا وذاك، فإن حديثنا عن سيد التطريب وملك الأغنية الغرامية الساحرة والوطنية الباهرة عثمان أجده حديثا يلامس في أوتار الشغاف، ويخالج عندي وعند الكثيرين بلا شك مواضع لا أستطيع الإمساك بتلابيبها. وبلا مراء يشاركني هذا الإحساس شعب بل أمة من الناس الذويقة. كيف لا وهو الفنان الذي تسرب إلى قلوب جيلين أو أكثر نبعا، نعم تسرب نبعا من العطاء ونهرا من الجمال. وكما قلنا سادتي، تسرب عثمان نبعا من فنون ونهرا من أوتار شجية، ليحتل بلا منازع مكانة سامية عالية عندهم وعند الناس بلا منازع. وستظل الدنيا في ظنه مزدانة بكل شيء جميل خرج من وجدانه ولحنه وصوته العذب الملوح. ستعيش مدرسته العثمانية أبد الدهر ما بقي شعب وأمة في الكون يعشقان الفن وآل المغنى، تحبون الفن والجمال حبا جما. عزيزي المستمع، الحديث عن الفنان المفضل عثمان عبد الرحيم يعني الحديث عن الفن في أزمنة عديدة، 5 عقود وأكثر، واسمه يشارف الثريا والشهب والنيازك. بل أزعم فأقول إن ميلاده الفني الحقيقي كاد يصل إلى 71 عاما بتمامها عمره الآن. فقد جاء عثمان إلى الدنيا طفلا وسيما يحمل في عينيه لحن فن وهاج، وفي صوته حنجرة عذبة أنغامها شجون ومواليل سرمدية، وترانيم لزمات موسيقية أبدية لم تدع شاردة ولا واردة. ولد وفي يديه الناعمتين قوت ولآل من ضفاف شاطئ مدينة مصوعة. كان ميلاده فيها عام 1948، ميلاد فرح فني،
أضيف إلى الدنيا صوتا ملائكيا مرفرفا بالغرام، مهفهفا بالألحان الشجية والأغنيات الساطعة الباسقة والأناشيد الوطنية الثائرة الهائجة. وقبل كل هذا وذاك جاء عثمان إلى الدنيا صوتا مادحا في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في حلقات الذكر والتصوف في العاصمة أسمرة، وقارئا لكتاب الله الكريم في الخلاوة والمسيد والمدارس التي كان فيها كتاب الله يتلى حيا بين شركاء الوطن في ذلك العهد الجميل. عزيزي المستمع، كنتم مع حلقة في برنامج نافذة ثقافية، وفيها فتحنا النافذة الأولى في سيرة وحياة الفنان الكبير عثمان عبد الرحيم. سنتوقف هنا سادة المستمعين، وحتى لقاء قادم عبر نافذة ثقافية. تقبلوا تحيات محدثكم في الإعداد والتقديم أحمد شريف، وتحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمؤون في الهندسة الإذاعية. تحياتنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا، وفيما يلي تذكير بموجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه إذاعة إرنا. 30 منظمة دولية توقع رسالة حول حقوق الإنسان في إريتريا. وقع 30 منظمة حقوق إنسان دولية وإريتريا رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا. إريتريا توجه دعوة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني لزيارتها. ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان استقبل في 11 من الشهر الجاري القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا في الخرطوم، والذي نقل إليه دعوة من الرئيس إيسياس أفورقي لزيارة إريتريا. الولايات المتحدة تقرر تعيين السفير دونالد بوث مبعوثا خاصا إلى السودان. قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين السفير دونالد بوث مبعوثا خاصا إلى السودان، وجاء قرار التعيين بعد وصول التسوية السلمية بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي إلى طريق مسدود بعد مجزرة 3 يونيو الجاري أمام القيادة العامة للجيش السوداني. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم إلى موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. قبل الختام مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.